كلنا كنعرفوا نضربوا، ولكن ماشي كلنا كنعرفوا ندافعوا على رؤوسنا. لهذا خاصك تتبع القواعد الاساسيه اللي غادي تساعدك كيفاش تريني وتاخذ لي تكنيك وتميتريزيهم بشكل صحيح. اول قاعده خاصك ديرها هي لا كونديسيون فيزيك. تخدم على الفيزيك ديالك، تخدم عليه مزيان وديفلوبيه مزيان، وتخدم على لا سوبليس، لان ما يمكنش تتعلم لا تكنيك بشكل اللي هو ساهل ولا بسيط حيت الكور ديالك ما معاونكش انك تتعلمها. ما يمكنش تضرب الهاي كيك وانت ما مسوبليش رجليك، مستحيل انك تضربها. اما غادي حيلا تحاول تهز رجل الفوق غادي تزلق غادي تطيح كيف انت ما مسوبليش. ما يمكنش نخدم كوش ضغوات كروشي والكور ديالك ما مسوبليش، راه مستحيل. داكشي علاش خصك تخدم على الكور ديالك. لا كونديسيون فيزيك راه مهمه جدا، وتخدم على لا سوبليس، وتاكل الماكله صحيه ونقيه اللي غادي تعاون الكور ديالك يحافظ على القوه ديالو وما يضعفش قدام لونطريمون اللي كتريني. لهذا اول حاجه ملي كنجيو لا تكنيك كنتعلموا كيفاش نديبلاصاو، كيفاش نمشي للقدام، كيفاش نمشي للور، كيفاش نجي للقدام، كيفاش نديبلاصا للجنب اليمين اليسار، كيفاش ندور هنا، كيفاش ندور من هنا. كنخدم على لا ديبلاسمون. ملي كنرسم واحد الشيما الدماغ ديالي كنعرف نديبلاصا، كتكون النسبه ديال الاصابه ديالي من طرف الخصم ضئيله، لان كنعرف كيفاش نتجنب الضربه ديالو، كيفاش نهرب من الضربات الخصم ديالي، وكنعرف كيفاش نديبلاصا في الرينغ ولا في الزنقه ولا في اي سيتياسيون وقعت فيها. لذلك الديبلاسمون مهم جدا. كذلك لي زيسكيف، كيفاش نسكيفي، كيفاش ندور، كيفاش نسكيفي هنا 1 2، كيفاش ندور هكا، كيفاش نخدم لي زيسكيف. هذا هو اللي خصنا نركز عليه واللي نخدم عليه بزاف، عاد انني نمشي نركز على الضربات راه ساهل، كيفاش نضرب كيفاش راه ساهل، ولكن اللي صعيب هو الوقت اللي غنستعملهم. ملي كنتعلم واحد السلسله كبيره ديال الضربات خصني نعرف ونخدم عقلي اش من حالات ممكن انا نستعمل ديريكت، واش من حالات ممكن نستعمل الكوشوت ولا لو كروشي ولا سوينغ. بحال خصني نعرف، انا عارف لي تكنيك ولكن ما عارفش كيفاش نخدمو. هذا هي المرحله التاليه اللي غادي تجي، كتولي كتعرف كلشي لي تكنيك الضربات كتعرفهم، ولكن باش تستعملهم هذا هو الدور ديال المدرب ديالك باش انه يعاونك ويفهمك اوتوماتيكمون. انت مع الممارسه كتفهم، ومع لي كومبا ولي سبارينغ اللي كدير مع الاصدقاء ديالك كتولي كتفهم، كتولي كتكتشف حوايج اخرى. هذا هو اللي كان في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه يفيدكم وهذه المعلومات تفيدكم في المسيره الرياضيه ديالكم، ونتمنى انكم تنشروا هذا الفيديو باش يستافدوا الماكسيموم ديال الناس من هذه المعلومه. وما تنساوش انكم الى ما درتوش لايك للصفحه انكم ديروا هذا باش يوصلكم كل جديد. ونشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.